ولا حتى مارسيليا انه يساوم المنتخب بلاعيبته، واي حد يطلع في الاعلام يقول غير كده يبقى ضلالي. الاولويه لمنتخب مصر لانه مصر فوق الجميع. هنا يا جماعه والنبي عشان نوزن صح بقى، مصر ما ينفعش تتقال اولا عشان يجي ثانيا الاهلي او الزمالك. مصر لا تقارن ولا تحتاج تعد بعديها. مصر ما تعدش بعديها، لا تقارن ولا يجب انها تكون موجوده في جمله مع اي نادي فيها، حتى بقيمه وعراقه وعظمه ودور ومكانه النادي الاهلي. احنا بنتكلم على الوطن، فالوطن ده بره الحسابات دي خالص، لا يجب لا مقارنه اي حد بيه ولا يجب طرحه اصلا في العداد ده مبدئيا. لكن هو مين الضلال يا ميدو؟ اللي حصل قدامه الواقع على فكرة وقتها. لو عايز تعرف الضلالي ارجع انت بنفسك افتكر في نفس الواقعة المشابهة لما كان الزمالك اللي واخد لاعيبته، كان رأيك ايه؟ في 2014 كابتن شوقي غريب كان ماسك المنتخب، فكتب ميدو: اشكرك شوقي غريب على تفهمه موقفنا واستبعاده للاعبي الزمالك من مباراة البوسنة. حاولنا من ناحيتنا مساعدة المنتخب بتقديم مباراة الذهاب وكان مكمل قبل كده. يعني لما كان الكابتن شوقي غريب يسيب لعيبة الزمالك ما ياخدهمش لمباراة البوسنة عشان مجهدين أو غيره، يبقى ده كان حلو قوي. دي كانت وطنية بجد، دي كانت وطنية ومش ناس ضلالية. الضلال إن النادي الأهلي دافع عن حقه وإنه يقول إن لعيبته محتاجها وإنه كان لازم أن يحصل تنسيق مع مستر روي فيتوريا. لأنه لما حصل تنسيق من خلال صديقك حازم إمام مع نفس الراجل روي فيتوريا، وقتها لعيبة الزمالك خرجت من المعسكر. ولما حصل تنسيق بين فيتوريا وفيريرا وقت ما كان ماسك الزمالك، طلعت المواقع تقول لك جاء استبعاد لاعبي الزمالك باتفاق بين روي فيتوريا المدير الفني للفراعنه وفيريرا مدرب المنتخب لحصول اللاعبين على قسط وافر من الراحه. ده سابهم ما خدهمش عشان يريحوا، لمجرد ان حازم عمل الكونكشن ما بين فيريرا وفيتوريا. ويرتبط فريق الزمالك بخوض مباراه كاس السوبر المصري السعودي اللي هي كاس لوسيل امام الهلال السعودي اللي كان متحدد لها 9 سبتمبر في ملعب لوسيل في العاصمه القطريه الدوحه، اضافه الى خوضه دور ال 64 في دوري ابطال افريقيا. يعني مباراه وديه على كاس لوسيل ودور ال 64 في دوري الابطال. دي كانت مهمه كبيره جدا، الزمالك يحتاج انه يشكر فيتوريا عليها. ومرتضى منصور وقتها طلع في الاعلام شكر حازم امام على انه لعب هذا الدور الوسيط. ساعتها دي كانت وطنيه يا ميدو، ما كانش الاعلام ضلالي، كان الاعلام وطني ومحب ومساند وداعم وكل حاجه. لكن لما الاعلام وواحد زي مدرب المنتخب السابق كابتن ضياء السيد يتكلم على غياب التنسيق وانه النادي الاهلي ما حدش لاعب له دور الوسيط. الزمالك عنده مندوب في اتحاد الكوره، الزمالك عنده مندوب في اتحاد الكوره اسمه حازم امام. اسماعيل يوسف يطلع يشكره لانه نجح في انه يسجل لعيبه ناشئين للزمالك حتى مع وقف القيد، وقال لك باذل مجهود كبير. وانا ما اعرفش لا المفروض خالد الدرندلي هو مندوب النادي الاهلي ولا حازم امام مندوب الزمالك. الناس دي انتخبتهم جمعيه عموميه او المفروض كده عشان يديروا الكره في مصر بين الجميع، مش ان حازم يبقى مندوب 100 عقبه في الجبلايه. غير كده مفيش حاجه تحصل. واي حد يتكلم على حق مشروع للنادي الاهلي قبل ما يلعب مباراه مهمه على كاس السوبر يبقى ده اعلام ضلالي. اعلام ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ اعلام ايه بجد؟ وانتوا فاهمين انه لو تم وضع اكواد اعلاميه حقيقيه حضراتكم هتشتغلوا الشغلانه ديت؟ لو بنتكلم على اكواد مهنيه حقيقيه كان ده هيبقى الوضع. علشان النادي الاهلي يا استاذ نبيل يتعرض لهذا الموقف ويهدد بايقاف لاعيبته او يبقى الاعلام ضلالي؟